بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكلتي المفضلة، وأعتقد أنه حبايبه كتير قوي، معمول بطريقة جديدة خالص، خلطة أنا متخصصة فيها بصراحة، هتعجبكم جدا. أول حاجة إن احنا ننقي القرنبيطة اللي مليانة من جواها، يعني ما تكونش مفرغة، يكون الورد بتاعها مليان كده، الزهر بتاعها مليان زي ما انتوا شايفين كده. تكون يعني من جوه ما فيهاش فروع مفرغة، دي بتفرق جدا. تاني تريك هقولها، طريقة التقطيع. طريقة التقطيع ما تكونش القرنبيطة متكتلة كده للكتلة كبيرة، انا بقطعها شرايح كده، بحيث ان هي هتكبر لما تتحط في الزيت مع الخلطة. يعني هو اصلا بينفش مع التتبيله والخلطه بتاعته، فانا لما اقطعه تخين هيتخن اكتر، والعجينه هتبقى جواه مش مستويه، الزيت مش هيطول يسوي جوه القرنبيطه نفسها، فهيديكي طعم مش حلو. فالتقطيعه دي بتفرق 80% في طعمه، بتبقى فارقه جدا وجميله. بيبان بقى في التحمير ان هو في منتهى الجمال ومستوي من جوه ومن بره. صدقوني يا جماعة، الطريقة دي هتعجبكم جدا لو جربتوها، ما تستغربوهاش، هي طريقة جديدة شوية. التخانة زي ما انتوا شايفين كده بتاعت القرنبيطة، زي ما انتوا شايفين التقطيعة كده، دي اول تركة عندنا. تاني حاجة، عندي مية مغلية وشوية كمون، كمون حب او كمون مطحون سيان، وببتدي احط القرنبيط يتسلق. القرنبيط ما يقعدش في المية المغلية اكتر من غلوتين، يعني بكتيره قوي 10 دقايق، ما يكملش سواه في المية المغلية، يتشال على طول علشان لسه هيكمل سوا في الزيت، لسه هيكمل سوا في التحمير، فتبقى القرنبيط ماسك نفسه ويبقى حلو ومقرمش، ما يبقاش طري كده من جوه، ما بيغيبش فيه السليق اكتر من 10 دقايق. بعد كده هو ببتدي احطه في اشيله واحطه في المصفى يصفي ميته كويس جدا. يعني لازم احطه في مصفى بعد الخطوة دي علشان المية تتصفى، ما ببردوش ولا حاجة، لان انا مش مسوياه قوي، هو كده تمام، واخد السوى المظبوط جوه المية. ببتدي اصفيه عشان ما يعملش مية في الخلطة ويبوظها، في الخلطة اللي هنعملها دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده، مظبوط لحد كده، كده تمام. شايفين التقطيعة؟ تقطيع بصوا كنزة ازاي وجميلة، هتشوفوا هتفرق معاكم ازاي في التحمير وفي الطريقة. التقطيعة دي اهم حاجة في طريقة القرنبيط، وما يكونش مستوي قوي زي ما قلنا في المية. بعد كده بقى بعمل الخلطة. طبعا هو قرنبيط اقتصادي، انا عندي كوبايتين مية في الخلاط، معايا طماطمتين توم فريش، ومعايا فلفل حامي وكزبرة مش بقدونس، معايا ملح وفلفل وكمون وتوم بودر وبصل بودر. هي دي الخلطة بتاعتي. ببتدي اضرب كل الكلام ده في الخلاط. قلنا طماطمتين، فلفلتين حامي او رومي، توم فريش، وورق كزبرة، ومعايا من التوابل ملح وفلفل وكمون وتوم بودر وبصل بودر. الخلطة دي رائعة في الجمال، في الطعم وفي اللون وفي كل حاجة. ببتدي افضي الخلطة بعد ما ضربتها في الخلاط، واظبط الدقيق بتاعي. معايا كوباية من الدقيق ومعلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مش كبيرة. ابتدي اظبط الدقيق، ونص كوباية من النشا، يبقى معايا الاول كوباية دقيق ونص كوباية من النشا ومعلقة بيكنج باودر، وببتدي اظبط التقل بتاع الخلطة بتاعتي، اضربها كويس بالمضرب بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات، تبقى كده ناعمة وحلوة. لقيتها طبعا لسه خفيفة، عايزة تاني دقيق، هظبطها واحط كوباية تانية من الدقيق، وابتدي برضو اقلب بالمضرب واشوف الدنيا عاملة ازاي، اشوف كده اتظبطت ولا لا، وهنعرف هي ازاي اتظبطت.
هنعرف دلوقتي هي ازاي بقت مناسبة وكويسة ان انا احمر بيها القرنبيط. كده تمام. همسك المعلقة اشوف، اعمل خط كده، لو الخط ده ما اتلخبطش يبقى كده الخلطة مظبوطة معايا، تقول لها مظبوط، لا تقيلة ولا خفيفة، كده مظبوط. احط بقى، اسخن زيت على النار وابتدي احط فيه القرنبيط في الخلطة، واحطه جوه الزيت وهو مقدوح كويس وسخن على نار عالية. القرنبيط يا جماعة بيحب النار العالية. ف ببتدي احط القرنبيط واحمر في الزيت، واخد بالي لانه هياخد لون معايا بسرعة، لان الزيت اصلا سخن ما بيستحملش، يعني بيستوي على طول. مظبوط كده زي ما انتوا شايفين، لون معايا. ببتدي اقلبه واظبط التحمير بتاعه كويس. شايفين اللون يا جماعة؟ شايفين اللون في منتهى الجمال، والريحة بقى ما اقولكوش. اما تجربوا الطريقة هتعرفوا ان دي احسن طريقة للقرنبيط. الخلطة دي يا جماعة اكتر من روعة، بجد والله في منتهى الجمال. وادي النتيجة قدامكم اهو. يلا بقى ادوني لايكات وشير وسبسكرايب للقناة. قرنبيط من الاخر، مقرمش وجميل، وطبعا عاملين جنبه القوطة المخللة الجميلة بتاعتنا. شايفين السوا من جوه؟ تحياتي ليكم.